يا هلا والله وسهلا في برنامج طقطقة مع نايف. راح نسأل كل الناس اللي موجودة هنا أسئلة شوية كوميديا وضحك، ونستغرب أنا وأنتم من الإجابات المضحكة اللي راح نشوفها. نبدأ؟ يلا توكلوا على الله. خليني أتعرف عليك. الاسم عبد الله. عبد الله، لو صحيت من النوم ولقيت في رصيدك 10 مليون ريال، إيش أول شيء حتسويه؟ اول شيء اتبرع. تتبرع؟ ايوه. بكم حتتبرع؟ تقريبا نص الفلوس. لا شيء. لازم نص الفلوس؟ لازم يا نص الفلوس حيتبرع. 10 مليون يعني 5 مليون حيسافر. ها؟ يعني انت طلعت خراط. ها؟ لا قول الحقيقة. أول شيء شو الحقيقة؟ والله أول شيء لازم يتبرع، بس مو نص الفلوس. ايش بك تراجعت؟ اخصى عليك هليل، اسكت. تراجع يا عيال، تراجع. حلو، أول شيء يتبرع. طيب حتعطيني منها شيء؟ لا لا خطك عطرة كده. صراحة. قال لك لا صراحة. إيه. اوكي. أسافر. وتسافر؟ ايوه لازم اسافر. فين حتسافر؟ اوروبا. نعم يا اختي. يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ عرفني باسمك. اسماعيل. جاهز يا اسماعيل؟ جاهز. سؤال. حلو. لو توظفت في مكان بيع خضرة، ولكن بشرط انك تبيع الخضرة من غير ما تتكلم، كيف حتحرج عليها وتقنع الزباين؟ بس هذا اللي حيطلع معاك. خليني اسالك اول شيء، اسمك الكريم؟ اسمك كريم؟ ايمن. الله يعينك. لو توظفت في مكان بيع خضرة، اوكي؟ ايه بشرط انك تبيع الخضرة بدون ما تتكلم، كيف حتحرج عليها وتقنع الزباين؟ والله ما عندي. ها؟ ما عندي. ما عندك ايش؟ ما ادري كيف حتقنعهم؟ ايش اقنعهم؟ قول له امسك طيب شيل. من غير ما تتكلم. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ من غير ما تتكلم. على فكرة ترى درس تسويق. انا اتخنقت منه. من غير ما تتكلم. بس زي كذا وخلاص. حتسوي له كذا بس؟ ايوه خضار حتحرج كذا بدون ما اتكلم. من طيب غير ما تتكلم. خلاص زي الخال ده. طيب السعر كم تقولوا؟ عبد الرحمن نفس السؤال. لو توظفت في مكان بيع خضرة، حلو. ابغى اجابة، ابغى اضحك الحين. حلو. اوكي؟ لو توظفت في مكان بيع خضرة بحيث انك انت تحرج عليها من غير ما تتكلم وتقنع الزباين، كيف؟ انا اول شيء تراني دارس تسويق. طيب يلا وريني. حجيب فلين واكتب عليه في البيت المنيو، البصل بكذا والخضار اللي عنده والسعر اللي قدامه، واعلقه على قدامه. انت بتتكلم جد؟ بعد نص ساعة تغيرت؟ اغير الاسعار. حتغير الاسعار؟ ارجع البيت اغير وارجع. اول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. اسمي الكريم. صالح. بس حموه. والله كذا في احس انه انا في فريقه ترى. ليه؟ احنا الاثنين مكممين مع بعض. ايه. طب وانا ان شاء الله. حتكمم؟ لا. فين حتروح؟ لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. لو صحيت من النوم ولقيت في حسابك 10 مليون، ايش حتسوي اول شيء؟ لا جد ايش حتسوي؟ والله حارتنا ما شاء الله فيها ايوه؟ يبالها مكملات يعني. غذائيه ولا ايه؟ يا ما احطس في وشك اموتك ولا اعمل ايه؟ وحندعم الناس يعني. حتدعم الناس. وش هذه ايش؟ هذه على النحشه. حتنحش؟ ايه. فين حتروح؟ اوروبا على طول. بس كفايه كذب كفايه. يعني ليش اوروبا؟ الاهل. اوكي، انت من اصول اوروبيه. ايوه. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. بارك الله. اسمك كريم قلت لي؟ صالح. كان عبد الله قبل شوي. لا ويكا. ويكا هناك. إيه. طيب اوكي. ويكا. نفس السؤال، لو صحيت لقيت عندك 10 مليون، اول شيء بحاول اتبرع لاخوي بس مسكين ما عنده فلوس. عيب احنا اخوات بقى، ده رزق جاي لك حطه في جيبك بقى واختشع. وثاني حاجه والله بشوف ما شاء الله شباب الحاره كثير، بعطي كل واحد بتبرع. طول ما انت واخد بالك منهم ولا حد يقدر يكلمك. بتوديه اوروبا؟ هذا ودي عند اهله. ايوه. انا احسن زراعه. يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. لا اوريدي عنده، حرام عليك والله أوريدي. بس هو شايلها. انا حزوج. ترى فريقي ما اقدر، والله ما اقدر. اسمع انا حزوجه. الله ابغى صفقه هنا.
الله كذا جابك. يا هلا وسهلا. يا مرحبا. الاسم الكريم؟ عبد الرحمن الغاندي. عبد الرحمن. ابو داحم. هلا حبيبي. لو انت ماشي في الشارع حلو. وجاء واحد وداك كف، ايش حتسوي؟ بدي عليه. لا شيء. بس بس تدعي عليه؟ ربي يجيب حقي. ما حتسوي شيء ثاني؟ لا. ما حتجري وراه؟ لا. ولا حتسوي شيء ما ثاني؟ اسوي شيء. عجيب. كذا تكون خلصت حلقتنا اليوم في برنامج طقطقة.